ما أحوجنا مشاهدينا في هذه الأوقات إلى إعلاء صوت العقل؟ ما أحوجنا إلى السماع لأصوات الراشدين والحكماء والعقلاء؟ ما أحوجنا مشاهدينا أن يبقى في مبادرات غير رسمية، يعني على مستوى غير رسمي، لتفعيل المصالحة الوطنية، المصطلح الجديد علينا في مجتمعنا المصري. يعني احنا في تقرير عمر سليمان كان في يوم من الأيام مصر هي اللي بتشارك في إنجاح أو تفعيل المصالحة الوطنية بين فرقاء الفلسطينيين. دلوقتي بقينا احنا اللي محتاجين من يجي ان يفعل المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. مصطلح هو هدفه حلو، ولكن وجوده يعني بين أبناء الوطن أو أبناء الشعب المصري يعني جديد علينا ومستغربينه، ومحتاجين دايما ان يبقى فيه مبادرات ويبقى فيه حاجات انها تصلح وتذيب ما يوجد من خلافات ومشاحنات، وإعلاء قيمة مصر ومفهوم مصر العام، مش مصر اللي هي عايشة في كل واحد فينا بنطاقها الضيق وبأجندتها الضيقة. احنا معانا العقيد علاء علامة مؤسس حملة في حب مصر، وهو عقيد في الجيش. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. سيادة العقيد علاء علامة، يعني حضرتك احد تلامذة الراحل عمر سليمان. حملة بقى في حب مصر ازاي بتأكد على استكمال المسيرة والدور اللي كان بتقوم بيه المخابرات العامة في إن كان زي ما قالت ولاء يعني لم شمل الآخرين، إزاي بقى نستفيد منها في مصر هنا لم شمل المصريين، وده من باب أولى يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحملة طبعا ابتدت كانت فكرة كده يعني الله يرحمه أحمد الهوان اللي هو مشهور إعلاميا بجمعة الشوان. نعم. وكان كل قوامها كلها من الناس اللي عملوا بطولات في حرب أكتوبر. بس دي عشان خاطر نبلغ بيها، كانت مرور على المدارس والجامعات، نبلغ الشباب، نفهمهم، نعلمهم يعني ايه مصر ويعني ايه وطنيه، عشان نزرع فيهم الحاجات دي من هم لسه صغيرين. طب انتوا كنتوا دايما يعني تحتاجوا تاخدوا حد زي قدوه مثلا، او حد حقق بطولات معينه في حرب استنزاف او 73 عشان يعني تشتغلوا عليه كبرنامج؟ يعني اكثرهم كنا لازم ناخده معانا في كل مكان. طبعا الشهيد الحي عبد الجواد سويلم، ربنا يديله الصحه وطولة العمر، وبفتقده النهارده طبعا، لان انا متعود دايما ابقى انا اللي معاه، بس هو المفروض هيعمل مداخله معانا يعني هيبقى معانا. هو معانا دلوقتي الشهيد الحي عبد الجواد سويلم. صباح الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين وكل مصر خير ان شاء الله. اللهم امين، وحضرتك بالصحه والسلامه. صباح الخير يا استاذ محمد والاستاذ ولاء، وطبعا على اساس عقيد على علامه، وكان نفسي اكون معاكم النهارده بس الظروف منعتني غصب عني. واحنا كمان سياده العقيد علاء كمان كان بياكد المعلومه ديت، يعني ان شاء الله يبقى لنا لقاءات ثانيه مع حضرتك، ولكن خلينا نستفيد منك بقى في المداخله التليفونيه الجميله دي. صباح الخير. صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين يا فندم. عايزين ناخد منك الخلاصه في المكالمه ديت. شعورك ايه ايام ما كنت في 73 والبطولات اللي انت ما حسيتش انها بطولات، ولكن مصر قيمتك، وحتى يعني اطلقت عليك لقب، او الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اطلق عليك لقب الشهيد الحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويعني هو انا يعني لقب كان نفسي بقى ان اللقب يكون حقيقي فعلا، كان نفسي اكون شهيد فعلا، لان كنت اسعى للشهاده دي وانا عندي سن 10 سنين يا استاذ محمد. ما شاء الله. عندي 10 سنين، كان نفسي تنتابني شعور كده ان انا مسؤول عن مصر كلها وعن شعبها. كان نفسي اموت فداء لديني ولارضي وعرضي، ولكن يعني ربنا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يحشرني مع الشهداء باذن الله. نعم. اليوم ده اللي هو النهارده اللي هو احنا بنحتفل بالذكرى ال 41 هجريه، العاشر من رمضان، ذكرى العاشر من رمضان. انا كنت في اليوم ده كنت موجود في سيناء مع الجنود معاهم، بس بطريقه غير مباشره. لما وصلت حرب استنزاف طبعا سيادتك تعلم اني من الرجال الصاعقه، وكنت في احد العمليات ضد عمليه مع زمايلي، وبعد نجاحها بفضل الله سبحانه وتعالى انضربت بصاروخ. الصاروخ سيادتك اللي هو يعني بالنسبه ايه حكايه الشهيد الحي دي؟ لا، انضربت بصاروخ بطل ساق اليمين وبطل ساق الشمال وبطل الساعد الايمن وفقرات عين اليمين. دي اللي هي رئيس جمال عبد الناصر المظالي بالمستشفى اطلق عليها الشهيد الحي لكبر الاصابه وضخامتها وبتاع. نعم. فقبل اثناء الزياره وهو بيناقشني في العمليه، هو اعلم طبعا كان هو كان قائد على القوات المسلحه، عارف كل حاجه، هو بيناقشني يرفع روحي المعنويه. انت كنت فين؟ بتعمل ايه؟ قعدت ارد عليه تمام، وهو منصرف ماشي. انت عاوز حاجه؟ قلت ايوه يا فندم عاوز ايه؟ قلت له عود مره ثانيه. انا صار سيادتك يا استاذ محمد في حرب الاستنزاف،
فطبعا يعني بص كده في ذهول، يعني واحد متقطع رجليه ودراعه وعينه بيطلب سؤال غريب جدا، يعني عاوز يقول كده عشان اعود لده مره ثانيه. طيب فصاب الذهول يعني هو انا فكره عمره متقطع كده وبتاع. طيب يعني عفوا عليا قوي خالص يعني كده بمعاني يعني. طب عفوا للمقاطعه يعني استاذ عبد الجواد، حضرتك يعني اخيرا وباختصار ايه اللي انت بتغرسه دايما في الجيل اللي ناشئ ده او في اولاد حضرتك؟ ايه الحاجه القيمه اللي انت كنت بتحب ان انت تغرسها فيهم؟ عاوز اقول لابنائي واحفادي ولشعب مصر العظيم، احنا يعني حطينا تراب الوطن في رمي عينينا، فارجو ان انتم تحافظوا على تراب الوطن اللي هو مرمي دماء الشهداء العظماء، دماء مصر حين مرويه اراضيها ب 120,000 شهيد وحوالي 50-60 الف مصابين زي حالتي كده، اللي عينوا في عينيهم واللي اتشلوا واللي اتقطعوا. يعني احنا حطينا وطن من عينينا، ارجو ان انتم تحافظوا زي ما احنا حافظنا على تراب الوطن تحافظوا عليه، وبلاش حكايه التخريب والواحد يتظاهر على كيفك اعمل نفسك فيه، بس ما تأذيش حد، ما تأذيش حد خالص، ولا اي حاجه خالص، من حقك تتظاهر، من حقك تعترض. احنا بنشكر حضرتك، متنا عشانه وضحينا عشانه بالالاف، فارجو ان كل واحد يحافظ على الوطن زي ما احنا حافظنا عليه. يعني دي احلى نصيحه من حضرتك. بشكر حضرتك استاذ عبد الجواد سويلم، احد بالظبط ابطال حرب الاستنزاف العاشر من رمضان طبعا، وبنتمنى ان حضرتك تشرفنا في الاستوديو. يعني عايزين برضو نرجع لحته سريعه كده بالنسبه لاصراره، هو كان بعد الاصابه ورجوعه تاني للخدمه حقق ايضا بطولات اخرى وبهذه الاعاقه، بتر في الساق والساعد الايمن كان عجز 100% اصلا. يعني اللي هو الجندي الوحيد على مستوى العالم اللي عاد للحرب او حارب وهو عنده نص اصابه 100%. طب ازاي؟ ما احنا عايزين نفهم، يعني مش فاهمه الحته. ما هو دي اصرار ودي عزيمه الجندي المصري ودي يمكن انا يعني الناس بتعتقد ان هو رجع مثلا ممكن اعمال كتابيه موجود في الخدمه مثلا. لا رجع شغال، هو رجع مقاتل، هو ما نزلش مقاتل في ميدان المعركه. لا رجع مقاتل وتعلم التدريب بايده الشمال وعينه الشمال، ودمر مدرعه اسرائيليه وكان المدرعه دي كان فيها 22 جندي اسرائيلي. ما شاء الله. طب ست العقيد، يعني حضرتك كنت عايزاك تقول لي تفاصيل اكتر عن المبادره بتاعتكم، غير انها من يعني ضباط 6 اكتوبر او نصر 6 اكتوبر، تفاصيل هتعملوا ايه؟ ما احنا برضه هو اتجاهنا كله دلوقتي ان يعني مشكله ان احنا الشباب اللي طالع ده طبعا ليه يعني احنا حاسين بالذنب ناحيته، ان احنا ما فيش توعيه كافيه للوطنيه، ودي اللي بيخليها في بلبله في الشارع دلوقتي، فعايزين نغرس من هم صغيرين فيهم الوطنيه. يعني عم عبد الجواد مثلا ده مثل راجل عنده متقطع ايديه ورجليه، وبعدين لغايه دلوقتي لو حضرتك كانوا معانا على الهوا كان يقول لحضرتك انا مقصر في حق الوطن. دي كلمه على لسانه على طول. فده احنا ايه لما ده مقصر؟ فلازم الناس تعرف يعني يعني ايه وطن. الوطن ده غالي جدا، ده حبه رمل من مصر تساوي ارواحنا دي لا تساوي شيء قدامه. طيب حضرتك يعني الجيش طول عمره يعني حامي حمى مش بس مصر، الدول العربيه كلها والدول كمان الاسلاميه في المنطقه، لان كانت قضيتنا الاساسيه هي مساله القدس في الارض الفلسطينيه المحتله. الجيش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن زمان نعلم ان يعني جند مصر خير اجناد الارض. الجيش ليه يعني مفهوم معين كده عند اي حد وله هاله لازم الكل حتى بيرفع لها القبعه. الجيش دلوقتي احنا بنسمع برضو عبر يعني الفضائيات واحيانا عبر الميديا والانترنت ان الجيش ربما يكون فيه انشقاقات. المتحدث العسكري امبارح قال في واحد طلعوه في عدويه ملثم ان هو يعني تبع الجيش ولكن هو منشق وفي مفاجآت في الفتره القادمه. احنا عايزين ناكد على يعني الجيش بمفهومه وعقيدته، حته ان فيها انشقاقات. الجيش العظيم ده مش عايزين حد يعني يجي ناحيته ولا يكسره ولا حتى يخدشه. اقول لحضرتك يعني هو يعني كلمه انشقاق في الجيش دي حاجه فوق المستحيل. يعني لو حضرتك نتصور ايه المستحيل، ده حاجه فوق المستحيل. مفيش انشقاق داخل القوات المسلحه، لا حصل ولا هيحصل في يوم من الايام. احنا اسره واحده، ترابط قوي جدا، عقيدتنا كلها هي مصر، ما بنشوفش حاجه ثانيه غير مصر. اقول لحضرتك على حاجه غريبه، انا والدتي لما سمتني ما سمتش على اسم فنان او اسم مغني، سمتني على اسم بطل طيار استشهد في حرب 67، ودعوتها لي انا اكون ضابط وانا اكون شهيد، ولا زالت لغايه دلوقتي بتدعي لي ان انا استشهد في سبيل الوطن. دي مثل من جميع امهات الضباط او الجنود او الصف الضباط الموجودين في القوات المسلحه. ما عندناش حاجه اسمها ما بنختلفش مع بعض.
المسلم والمسيحي دي حاجه مش موجوده. انا حصل لي حادثه جامده جدا وانا في رتبه ملازم اول، واللي نجاني من الموت ضابط مسيحي هو اللي اتبرع لي بدمه. فهم بيصوموا معانا واحنا بنصوم معاهم، وفي ترابط وفي ألفة قويه جدا. احنا ما عندناش حاجه بننظر لها ولا هدف غير هي مصر. تراب مصر ده اغلى من عينينا واغلى من ارواحنا. ده بيخليني اسال حضرتك سؤال، ان احنا لو بصينا مثلا في المنطقه العربيه حوالينا كده وتشوف الجيوش، يعني حضرتك اكيد عارف طبعا في سوريا والعراق والجيوش العربيه عامله ازاي. طب ما هم عندهم برضو نفس العقيده ان الوطن والوطن والوطن. طب اشمعنى الجيش المصري تحديدا هو اللي زي ما حضرتك بتقول مستحيل وفوق يعني ان ده لا يمكن يحصل ان شاء الله؟ طبعا ليه؟ يعني ايه السر؟ مصر هي معقل الوطنيه، هي اللي بتعلم الوطنيه للعالم كله، والعالم كله بيغير من مصر. عشان كده احنا في رباط الى يوم الدين، ومش هننفك ابدا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب لو حبينا نستدعي بقى من الجنديه المصريه، والمثال اللي عندنا حرب 73 احنا بنتكلم عشان رمضان، ايه العبره والدروس المستفاده اللي ممكن نستفيدها من 73 لبثها دلوقتي في التوقيت ده مع اختلافات الرؤى في مصر دلوقتي؟ هو يعني من حظي السعيد ان انا كنت اتمنى ان كنت اكون احد من اللي شاركوا في 73، ولكن سياده المشير عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي اعطى لينا كلنا كجيل هذا الشرف، اللي هو القائد العام دلوقتي، وزير الدفاع دلوقتي. الدفاع اعطى لنا هذا الشرف بالبيان اللي طلعه، لان ده بيان انتصار. انا يعني يعني مش عايز اقول ان هو يضاهي بيان انتصار 73. انا حضرت 67 او ما يعادلها يعني يوم 28 يناير 2011. شفت مصر بعيني وهي بتتحرق وبتتدمر، وشفت ناس بتسرق وناس بتكسر وبتولع في عربيات، فكنت حزين جدا. كنت ماشي في الشارع بالزي العسكري وانا ببكي. كنت بتمنى ان انا، وطبعا التمني دوت لناس كتير، ان احنا نسيب لاولادنا، نسيب لهم مصر دي حره، نسيب لهم مصر ترجع لنا تاني. فالبيان بتاع سياده المشير عبد الفتاح السيسي ده مشير هو فريق صح؟ لا يعني هو دي رتبه يعني احتراما سياده المشير عبد الفتاح. طبعا لو في رتبه اعلى من كده لازم صحيح عندك حق لازم ياخدها، لان هو اعاد لمصر. اقول لحضرتك هو سياده المشير عبد الفتاح بيانه كان بيان انتصار. احنا في 73 كنا بنحارب اسرائيل بس، وكان عدو مواجه لينا وعارفينه ومعروف. بالظبط. احنا في انتصار بتاع ثوره 30 يونيو 2013، البيان بتاع سياده المشير السيسي، انتصرنا على اكثر من 15 دوله بتعبث بالامن القومي المصري. بالظبط. زياده على الكيان الاخواني على مستوى العالم كله. فاحنا ما بنحاربش دوله واحده، ولا زال لغايه دلوقتي برضو الناس لا زالت تعبث في امن قومي، ولكن بنقول لهم انتوا جيتوا عند البلد اللي بينكسر قدامها كل غاشم. صحيح. احنا كسرنا التتار وكسرنا الهكسوس وكسرنا الصليبيين، فانتوا جيتوا عشان تتكسروا. مصر عمرها ما تصمد لاي حد غاشم او حد جاي يعتدي عليها. طب حضرتك مؤسس حملة في حب مصر، ايه بقى الرساله اللي ممكن توجهها اولا لزملائك في الجيش المصري العظيم عشان يعني يشاركوا برضو في حملة في حب مصر، ومن ناحيه ثانيه برضو لشعب مصر العظيم ازاي نتكاتف برضو ونعمل توافق وطني ونعمل يعني منظومه محبه كده مع الجيش؟ بقول طبعا لزملائي في القوات المسلحه انا يعني احنا كيان واحد ونسيج واحد، وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله بالصحه وبالسعاده. بقول للشعب المصري خلي بالكم من القوات المسلحه كويس جدا. القوات المسلحه حمت الثوره من قبل ما تبتدي. ثوره 30 يونيو كانت ممكن ما تبتديش، مش هنقول تستكمل، الا بحراسه القوات المسلحه ليها يعني هقول سر المفروض ان هو يعني بس مش هفسره قوي. طب ممكن نأجل السر بس ناخد التليفون معلش بعد اذنك. استاذ محمود صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. اتفضل يا فندم. صباح عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود الكلاوي من كفر الشيخ مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل معاك الهوا. انا بقول ان المفروض فرض علينا احنا كمصريين حاليا دلوقتي، اذا كانت الدساتير كلها بتتغير حسب اراده الشعوب، واذا كان بيستمد سلطته وشرعيته من الشعب نفسه، فمن باب اولى ان احنا نستغل السلطه دي ونراقب سياده الفريق عبد الفتاح السيسي لمشير.
لانه هو حقن دماء المصريين في وقت جدا، وكان المفروض يبقى فيه حرب اهليه لولا تدخل سياده الفريق حاليا دلوقتي. احنا بنقول ان المفروض علينا احنا او واجب علينا احنا او من حقنا احنا اصلا ان احنا نستغل الحق ده ونراقب سياده الفريق لمشير حاليا دلوقتي. طيب احنا بنشكرك استاذ محمود من كفر الشيخ، حضرتك استاذ محمود، وباكد على ان يعني احنا كنا بنتكلم في النقطه دي. ست العقيد اداله الرتبه فعلا واحنا على الهواء دلوقتي. طب ايه المانع صحيح يا سياده العقيد؟ يعني ايه المشكله؟ لا دي طبعا دي حاجه تانية، يعني حاجه كده فوق مستوى ان انا اتكلم فيها. طب ممكن ناخد السر بقى برضه يعني حضرتك طالما رجعنا تاني. السر طبعا كان ثوره يوليو دي كانت لازم يبقى في تامين على جميع مفاصل الدوله، وده خد مجهود جامد جدا وقعد بقاله شهور قبل ما الثوره تبتدي، ولدرجه ان كان في طبعا مش هقول اسماء او اقول الاماكن، ولكن ده طبعا مسجل في المخابرات ان كان هيبقى في حتى اعتداء جوي على المتظاهرين. فاحنا يعني الحمد لله سياده المشير السيسي امن المتظاهرين على الارض وفي الجو وفي كل مكان عشان تطلع بهذه الصوره المحترمه اللي اذهلت العالم كله. و33 مليون دول دي اللي هو الحسبه بتاعت جوجل، انما ما حسبوش القرى والنجوع والناس اللي في الشوارع. احنا بنتكلم في اكتر من 70 مليون كانوا موجودين في هذه الثوره الشريفه. يعني احنا وقدنا ممكن كان احتماليه هجوم جوي على المتظاهرين؟ ده مش احتمال، دي معلومات مصادر. طيب سياده العقيد، هو مش بس الناس، يعني في ناس كمان بتطالب ان يبقى في رتبه اسمها السيسي، رتبه السيسي يعني تعطى للضباط، ولكن خليني اسال حضرتك، انتوا في الجيش بعد ما انتصرتوا لاراده الشعب ما كنتوش خايفين ان ممكن يتكرر سيناريو 25 يناير يسقط حكم العسكر، وان يعني مش عايزين العسكر في او الجيش، خلينا اقول الجيش في الصوره، يعني ما كنتوش خايفين ان السيناريو يتعاد مره ثانيه؟ احنا ما بنخافش من الشعب المصري لان احنا منه، يعني هو انا يعني احنا ابناء هذا الشعب ومنه طالعين من جواه مش جايين من بره، فهو مهما يقول ومهما يعمل احنا برضه بنخدم. يعني احنا اقسمنا واحنا متخرجين من الكليات العسكريه لله سبحانه وتعالى وعاهدنا ربنا ان احنا نحمي هذا الشعب ونحمي تراب هذا البلد، فهو يقول واحنا علينا اللي احنا اقسمنا عليه وعلى العهد، ما بنخالفش العهد. وهم يعني حتى برضه الناس كلها يعني فعلا بتحترم الجيش وبتحبه وبتقدره بعيدا عن اي اختلافات في الرؤى عامه، دي حقيقه. يعني هم كلهم ولادنا، كلهم اخواتنا، قرايبنا، يعني كلنا مصريين. زي ما حضرتك برضه في بدايه حديثك تفضلت قلت حتى ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، وان كان في صديق مسيحي هو اللي اتبرع لك بدمه. مساله ان احنا نسيج واحد، يعني برضو حته الشعب والجيش ايد واحده دي حقيقه، وان كنا بنتندر بيها زي مثل شعبي او مقوله عابره. ده انا استاذن حضرتك مش عايزين نقول الشعب والجيش، لان الواو دي حرف اضافه. الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب، والاثنين واحد، وما نقولش نقول الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش، ما نقولش واو. طب قول لي يا سياده العقيد، في بيتردد في الشارع دلوقتي بيقول ان مصر يعني رحنا او جينا لازم اللي يحكمها واحد يبقى ذو خلفيه عسكريه، وان الناس متوقعه ان ممكن نلاقي ساعه انتخابات الرئاسيه في شخصيه عسكريه مرشحه في الانتخابات. ايه تعليق حضرتك على الموضوع ده؟ دي نسيبها لوقتها ما نحكمش عليها من دلوقتي، ولكن احنا بنقول اللي هو الخلفيه العسكريه دي بيبقى عنده ملكه خاصه، ان هو من هو لسه طالب في مقتبل عمره في الكليات العسكريه بيدرس كويس جدا حدود مصر، بيبقى عارف ان هو عارف ايه الاعداء المنتظره ليه، العدائيات المنتظره على الدوله. وهو كان زمان حتى كده يعني كان في قسم كده لما يجي في الملوك في القدماء المصريين، كان لما بيجوا يدفن كان اهم حاجه قبل ما يموت ان هو يقسم ان هو حمى حدود الدوله. فاحنا بندور على حد يحمي حدود الدوله، حد يحافظ على تراب مصر وعارف قيمتها كويس، لان احنا كعسكريين. طب حضرتك كمواطن سريعا بس، كمواطن عايز يبقى رئيس مصر يبقى ذو خلفيه عسكريه ام؟ انا ما احكمش على الموضوع ده. طيب هنتركها للايام القادمه ان شاء الله. سياده العقيد علاء علامه مؤسس حمله في حب مصر، نورتنا في صباح الخير. شكرا فندم. اعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم في صباح الخير، ايضا بعد موجز 10 ان شاء الله. تابعونا وكونوا معنا في صباح الخير يا مصر.